حبس واجي تعرف حقيقه السميك في المغرب. 3192 درهم في الشهر، وكيطلبوا منك تعيش بهم في كازا. خليني نقولها بصراحه كامله، هذا الرقم مهم ماشي اجر. اولا الحقيقه اللي ما كيقولوهاش، كلهم كيحتفلوا بالسميك جديد وصل 3422 درهم، لكن راه هذا الرقم خام بغيت. الصافي اللي كيوصل لك في البنكه او البوسطه 3192 درهم نيط، يعني قبل ما تاكل وتشرب وتنقل او تنفس. ثانيا الارقام اللي ما كيحسبوهاش، اجي نشوفوا الواقع بلا مجامله. شاب اعزب في كازا كيكري ب 1000 درهم، الماكله ديالو بطاق الشوف 1300 درهم، والنقل 500 درهم، الفاكتورات ديال الضوء والماء والتليفون والانترنت 700 درهم، المجموع 3500 درهم، يعني عجز 308 درهم ناقصه كل شهر. يعني باش يعيش خاصو 308 درهم يتسلفهم، وهذا الحساب بلا لباس بلا دواء وبلا قهوه بلا حياه. هضرنا غير على البقاء حي ماشي العيش. المثال الثاني، راجل مزوج وعنده جوج دراري كيكري تقريبا 2500 درهم، الماكله لاربعه الناس 2500 درهم، النقل 1000 درهم، فاكتورات 700 درهم، والمدرسه 500 درهم، المجموع 7200 درهم، يعني عجز 4008 درهم ناقصه كل شهر. يعني السميك كيغطي فقط ربع حاجيات عائله صغيره في كازا، والباقي كريديات ديون ضغط وتنازلات يوميه بلا نهايه. ثانيا المثال الثالث، بنت عازبه خدامه في كازا، وهنا الظلم مزدوج، لان المراه ما عندهاش نفس الحريه في اختيار السكن والنقل. خاصها حي امن وتاكسي في الليل لان الطوبيس خطر. كتكري في حي امن 1500 درهم، الماكله ديالها 1500 درهم، النقل 1000 درهم، الفاكتورات 700 درهم، واللباس الاساسي 600 درهم، المجموع 5300 درهم، يعني عجز 2108 درهم ناقصه كل شهر. البنت تدفع ثمن كونها امراه فوق ثمن الفقر. ثالثا السؤال اللي خاصو يغضبك، هاد السميك ما طاحش من السماء. كاينين اطراف جلسوا في طبله وحده، الحكومه قبلات، الباترونات قبلات، النقابات اللي مفروض كتدافع على العمال قبلات، وكلهم وقعوا على رقم بعيد بزاف على تكلفه الحياه الحقيقيه. السؤال ماشي شكون رفع السميك، السؤال هو شكون جلس في الطبله وخان العامل بالتوقيع ديالو. رابعا المعادله اللي ما كتدخلش الراس، 3192 درهم دخل مقابل عالم كيكلف شاب اعزب 3500 درهم، بنت عازبه 5300 درهم، عائله صغيره 7200 درهم. واش السميك عنده علاقه بالحياه الحقيقيه، ولا هو مجرد رقم كيخدم الباترونات ويهدي ضمير الحكومه؟ الجواب واضح في الارقام، والارقام ما كتكذبش. شاركوا هذا المنشور مع كل واحد كيستاهل يعرف الحقيقه.